في الرأس وليس في الكتف، وفي المكان المناسب وليس في العنق. أقول في الرأس وراء الأذن حجامية وليس في العنق. اللي عندنا خلف الاذن، وما عرفتش واش كيقصد هو هاد العظمه اللي خلف الاذن اللي الاسم العلمي ديالها الماستويد. اذا هاد الناس ما رضاوش يمشيو للناس البوادي في السوق ويسول شي واحد يقول لي وريني الحجاميه، الا ما رضاش يقول ما انا قريت على الحجامه. مع احترامي للبوادي هما على راسي وعينيا، ولكن ماشي بلاصه فين غندرس فيها الحجاب. السلام عليكم ورحمة الله. معكم الأستاذ دريس عنكود، خبير وباحث ومعالج بالحجامة الطبية. واليوم جيت باش نصحح بعض المفاهيم وبعض الأمور اللي هي خاطئة واللي ولات منتشرة، ومع الأسف بعض الناس اللي كنا كنتسناهم أنه يساعدونا في محاربة الأخطاء الشائعة ولاو هما اللي كينشروها. وكنقصد بهذا القول الدكتور الفايد. مؤخرا انتشر واحد الفيديو اللي الدكتور الفايد حصر فيه النقاط ديال الحجامه في 3 نقاط، اللي هو هاد العظمه هذه اللي عندنا خلف الاذن. وما عرفتش واش كيقصد هو هاد العظمه اللي خلف الاذن اللي الاسم العلمي ديالها الماستويد، والاسم العربي ديالها الخشاءه، والاسم ديالها في الطب الصيني VB12. او كيقصد هاد العظمه اللي في الطب النبوي سميتها الاخدعين في اخر عظام الجمجمه، والاسم ديالها في الطب الصيني VB20. وكذلك كاين خطأ اخر اللي تكلم عليه الدكتور فايد، اللي هو انه الكاهل هو نقطه. فاحنا نخليو العلم ونسولو سؤال اللي هو في اللغه العربيه. منين كنقولوا حمل على كاهله، واش هذاك الحمل اللي هزو هذا السيد واش حطو فوق نقطه او حطو فوق منطقه؟ طبعا منطقه، يعني انه ما يمكنش ليا نحصر الكاهل في نقطه. وكاين العديد من الابحاث العلميه اللي كنظن انه الدكتور فايد ما طالعش عليها مؤخرا، اللي كتكلم على الكاهل وعلى العديد من الامور اللي لا دخلنا فيها يعني سيطول الفيديو اكثر من اللازم. الحاجه الثانيه اللي بغيت نجاوبك عليها الدكتور الفايد هي انه الحجامه كدار جالس. وهنا عندي لك جوابين. الجواب الاول هو انه كاع لي ريسك، لي بوتونسيون، ليبوغليسيمي، لا بيرت دو كونسيونس، يعني انخفاض نسبة السكر في الدم او انخفاض الضغط الدموي او فقدان الوعي اللي ممكن يطرأ اثناء حصة الحجامة، يستحيل انه يطرأ والباسيون مستلقي، وكاين احتمالية كبيرة انه يطرأ والباسيون جالس. أكثر من 22 سنة ديال الخبرة في مجال الحجامة وكنعرف اش كنقول. الجواب الثاني على المسألة ديال الوضعية الجالس، قلتي انت انه حنا كنشتغلوا على الدورة الدموية. مع الأسف هذا الكلام هذا قديم وتقال يعني قرون هذه. حاليا كاين أبحاث علمية اللي جديدة، كاينه نظريه بوابه الالم كنتمنى انك تطالع عليها، كاينه نظريه الانعكاس اللا ارادي العصبي كنتمنى انك تطالع عليها، كاينه نظريه الشفاء الذاتي وهي اروع ما يمكن انها دير الحجامه، يعني انه كنشتغلوا على بعض الاماكن باش كنخليو الذات نفعلوا فيها الخاصيه او نردوا الخاصيه ديال الشفاء الذاتي، بحكم اننا يعني ديزاكتيفيناها من الاجسام ديالنا، بحكم اننا ما بقيناش كنخليو ذاتنا تعالج راسها براسها. وهذا الشيء ما يمكنش يطرا من هذه النقاط اللي كتقولها دكتور، ما يمكنش علميا. وانا من هذا المنبر ادعوك الى مناظره تكون لايف في القناه ديالك، لانه انا ماشي كنقلب على البوز، ما عنديش قناه كنهضر فيها في الحجامه، وكنشكر هذا المنبر اللي يتيح لي الفرصه انه نجاوبك هذا الجواب هذا. طيب بغيت نجاوبك على امر اخر، اللي انت كتقول انه ممكن انه الزوجه تحجم لراجلها. حنا كنشوفوا يوميا انه كاين من يدعون انفسهم اخصائيي الحجامه وكيديروا اخطاء.
وكيديروا اخطاء اللي هي فادحه، وكاينين اخطاء اللي خلاو عاهات مستديمه عند المرضى. وانا ادري ما اقول، مع الاسف كنقول هذا الكلام وانا كنتاسف. يعني هذا اللي كيقول انه انا كنمارس الحجامه ومعالج بها، فما بالك بزوجه مع راجلها ما عارفه لا الاناتومي، ما عارفه بزاف ديال الحوايج اللي مع الاسف الامر اكبر من ما تتصور. ثم كنتمنى انه ما نكونش عطلت عليكم، وكنتمنى انه المتابعين ديال الدكتور الفايد يتقبلوا الكلام ديالنا بصدر رحب. ومازال ان شاء الله عندنا فيديوهات جايه باذن الله اللي غادي نتكلموا فيها على العديد من الاخطاء اللي هي شائعه. انا فقط بغيت لانه شفت هذا الفيديو هذا انتشر بواحد الشكل كبير، فقلت انه يعني نجاوب ونحاول انه نداركوا الموقف، لانه مثلا غير الوضعيه ديال الحجامه والشخص جالس، ممكن انه واحد السيد ما تكونش عنده الخبره والدرايه الكافيه ويديرها، يطيح له الباسيون، يتآذى في راسو او يتجرح، فغادي يولي هو المسؤول. ومع الاسف الدكتور الفايد هو السبب. اخر نقطه بغيت نتكلم عليها، كيفاش دكتور كتقول لنا انه نخليو الابحاث العلميه اللي كدار حاليا كاين دكاتره كبار، كاين جامعات بحال كليه الطب في لندن، كاين اوكسفورد، كاين هارفارد، كاين بزاف ديال الجامعات اللي خلاو انه او سمحوا انه الطلبه ديالهم يقوموا بابحاث في المجال ديال الحجامه وفي النقط ديال الحجامه وفي الانعكاسات ديال الحجامه او ردات الفعل العلاجيه ديال كل نقطه، كيفاش كيجاوبنا الجسم بردات الفعل العلاجيه. كيجي الدكتور الفايد جزاه الله خيرا كيقول لنا سمحوا في هادشي كله وسيروا للبوادي، مع احترامي للبوادي وهما على راسي وعينيا، ولكن ماشي بلاصه فين غندرس فيها الحجام. ثم كيف ما قلت لك انت كدكتور، انا كنتمنى انه يعني تستعمل مصطلحات اللي هي علميه او دقيقه اكثر، ما تقولش لنا الحجاميه، لان الحجاميه هو واحد المصطلح اللي شويه فضفاض وفيه واحد المنطقه اللي هي كبيره، وحنايا كنعرفوا ان الحجامه انها ادق من هذا الامر. كنتمنى انه الفيديو ديالي يكون مفيد وما نكونش عطلت فيه، ونكون خفيف على كنقصد نكون خفيف على المتابعين ديال الدكتور الفايد. وشكرا جزيلا المراسلون اللي اتاحوا لي الفرصه انه نهضر في هذا الامر هذا، وجزاكم الله عنا خيرا.